اهلا اهلا. يلا بقى بينا نعمل النهارده مربى احلى واطعم من المربى الجاهزه بتاعه البرطمانات. طالعه تحفه، سمكها حلو جدا. هي هنا بعد ما اتحطت في التلاجة حدود ساعتين، شفتوا مسكت وبقت حلوه ازاي؟ طبعا هتحسوا بفرق بينها دلوقتي وبينها لما كانت طبعا لسه معموله. خطواتها سهله وبسيطه جدا جدا، وكفايه اللي انت عاملاه في البيت، وحاجه كده جميلة 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 من الآخر بالله، وهتعجبكم. ويلا بينا نبدأ، وهتشوفوا الخطوات بتاعة النهاردة وبجد هتعجبكم، وأحلى برضو من بتاعة البرطمانات. يلا بينا. بس قبل ما نبتدي نصلي على سيدنا محمد ونقول بسم الله. هنا عندنا أنا لما عملتها كانت طبعا لسه يعني مش جمدت قوي، او لسه ما اخدتش السمك بتاعها المظبوط. اولا انا ولا عملتها بالهاند بلندر، ولا طحنت جزء وسبت جزء، لا هي سمكها كده. والفراولة فيها متقطعة حلو، وما تضايقش الواحد كده وهو بياكل. هي كريمية كلها على بعضها، كريمية، تحسي ان انت بتاكلي فراولة تحفة. مربة فراولة خطيرة يا جماعة. انا النهاردة جبت الفراولة وغسلتها كويس تحت الحنفية. طبعا اهم حاجة، خطوة مهمة جدا، اللي انت تشيلي منها كل حاجة مش سليمة. دي اهم خطوة في العمايل بتاعة الفراولة. وتشيل الجزء الابيض ده كله، بحيث ان هي تبقى من حتة اللي تحت دي حمرا، عشان تديكي اللون المظبوط بتاع الفراولة. وهقول لكم على خطوة مهمة كمان تعملوها، هتغمق لك اللون شوية، بس انت والله ممكن ما تحتاجيش الخطوة دي، بس عشان يبقى فيها المادة الحافظة، عشان لو نسيتيها بره ولا حاجة لا قدر الله يوم وليلة ما يجرالهاش حاجة، وتفضل قاعدة معاكي اطول فترة ممكنة وانتي عاملاها. يعني تاخدي منها تاكلي وتفضل موجودة عندك في التلاجة. خلاص. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. انا هنا قطعتها مكعبات صغيرة كده، هي مش صغيرة قوي، يعني قطعتها 4 وبس كده. كل الكمية اللي عندي انا هنا عملت، كان عندي 5 كيلو، على بال ما اخدت منها شوية، يعني هي بقت معايا على 3 كيلو بعد ما اتنضفت. وانا طلعت منها جزء، انا بقى قلت اما اكله، و... والجزء بقى التاني اللي هو ال3 كيلو انا بدأت اشتغل فيهم. خلينا متفقين اللي اهم حاجة اللي انت تغسليها كويس، اهم حاجة تقطعيها تقطيعة كويسة. ولا هي كبيرة ولا هي صغيرة يعني تدوب منك على طول، لا، احنا عايزينها تبقى فيها قطع، بحيث اللي انت لما تيجي تاخديها في الساندوتش تبقى حلوة كده. تمام تمام. انا هنا بعد ما قطعتها وخلاص، هي ما بتحتاجش منك اي حاجة غير اللي انتي تاخدي بالك منها، وتشيلي الريم اللي بيطلع، اللي هو المادة اللون الابيض بتاع الفراولة اللي بيطلع ده، علشان تبتدي تجهزيها. ولازم تشيلي الريم الابيض ده لازم. بعدين انا ما خلصت تقطيعها خلاص، جبت بقى حلة هنحطها على النار. مقاديرنا ايه بقى؟ على كيلو فراولة هتحطي كوبايتين سكر، هتبتدي تحطيهم. اول حاجه، اول خطوه، هتقلبي السكر كويس جدا 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 في الفراوله بتاعتك. اهم حاجه تقلبيها. عايزه تسيبيها يوم بليله براحتك، انا بالنسبه لي ما سبتهاش يوم بليله وعملتها كده على طول بصراحه. يعني انا لما جيت عملتها ما سبتهاش يوم بليله، ولا بقت اللي هي تنزل ميتها ولا الكلام ده. بصراحه هي اتعملت معايا وكانت الموضوع سهل جدا جدا، ما فيهوش اي حاجه ولا اي صعوبه. هنا الخطوة دي انا حطيت السكر خلاص، وبدأت بالمعلقة هقلب كله كويس جدا جدا جدا. وهبتدي هشغل بقى البوتاجاز عليها، وهيبتدي كل الصوص بتاعها كده ينزل، وتبتدي تطلع كده الريم الابيض ده. ده لازم يتشال اولا. لما هتشيليه هيفيدك في ايه؟ يعني احنا ليه بنشيل الريم الابيض ده؟ علشان تفضل قاعدة عندك اطول فترة ممكنة، ما تبص منك، لان هي لازم تشيلي الريم الابيض منها ده. هي في الاول اول ما هتغلي هتطلع ريم كتير، وبعد كده اول ما هتدخل في السوي هيبتدي الريم ده يقل وهيبقى في الجوانب. انتوا هتشوفوا الفيديو معايا خطوة بخطوة.
عشان تطلع منك فراولة ناجحة لازم تعملي الخطوات دي وتنفذيها بالظبط. انا قلت لكم ان انا عامله 3 كيلو فراوله. 3 كيلو فراوله عليهم 6 كوبايات من السكر، عشان محدش في اول الفيديو يتخض من كميه السكر اللي انا حطاها. لا، على الكيلو بحط كوبايتين سكر، ودول 3 كيلو. تمام. طيب هتفضل كده تغلي. شويه وطي عليها وشويه علي عليها. لما بعلي عليها هتبتدي كده بتفور مني، بقوم برجع اوطي عليها تاني. وسبتها بقى براحتها. كل ما تطلع ريم ابيض كده بقوم شايلاه. كل ما تطلع كده اقوم شايلاه وبس. هي هتبتدي تقل واحده واحده. هتبتدي تدخل في السوي واحده واحده. الخطوات دي مهمه، لازم تصبري عليها. انتوا شايفين الخطوه دي؟ هي دلوقتي وطيت عليها البوتاجاز ونقلتها على عين واطيه سبتها واروح واجي عليها اشيل منها الريم الابيض ده وبس كده. في الخطوه التانية بقى المهمه، اللي انا بعد ما تغلي الغليان ده وشلت الريم مرة واتنين وتلاتة، بحط فيها عصرة ليمون. يعني ما يعادل نص ليمونة كده. طبعا في ناس بتحط ملح ليمون، انا مش بحبذ بكده. ليه؟ لان ملح ليمون ليه طبعا اضرار. يعني ممكن لو حد ضغطه عالي رجليه بتورم بسبب ملح الليمون، فاحنا بنستبعده. هو طبعا مادة حافظة وحاجة كويسة وكل حاجة ليها، وتفضل قاعدة معاك أطول وقت. بس أنا مش بحبذه. أنا حطيت ليمون، ودي خطوة أساسية، اللي انت هتحطي عصرة ليمون. طيب ايه الخطوة التانية اللي انت هتعمليها؟ هتحافظ على الفراولة بتاعتك. حتى لو باتت يوم وليلة هتشوفوها في آخر الفيديو برضو. انا عملت ايه في الاخر علشان احط في الماده الحافظه وتديلها اللون بتاع بره. هي غمقت، شايفين بقى لونها ازاي؟ اصلا هي مش محتاجه اعمل اي حاجه تاني. شوفوا بقى لونها غامق ازاي هنا من غير ما احط الخطوه اللي انا هقول لكم هعملها دلوقتي. طبعا انا سبتها لما استوت خالص. على فكره هي بقت كريميه من غير ما اعمل هاند بلندر، ومن غير ما احطها شويه نص في الخلاط ولا اي حاجه. هنا دي بقى الخطوه المهمه. هي غمقت الفراوله بتاعتي، خلتها لون بتاعت بره زي الفيتراك بالظبط. إيه، انا حطيت كيس جيلي فراوله. تمام. طبعا اداها قوام، خلاها متماسكة اكتر، كريمية اكتر، من غير ما احتاج ان انا اخد نصها اعمله في الهاند بلندر علشان لا. وبقت قطع الفراولة فيها ناعمة كده وسايحة. انا صورتها لكم هنا بعد ما خلصتها. هي كانت سخنة وحطيتها في البرطمانات، وهي كانت يعني هي في الخطوة دي كانت لسه سخنة. فانا بدأت احطها. وبعدين انا هوريكم الجزء التاني. انتوا شفتوا برضو في اول الفيديو لما اتحطت في التلاجة حدود ساعتين. طبعا كل ما بتتحط كل ما بتجمد اكتر، بس ما بتكلكعش. انا الطريقة دي كانت اهم حاجة عندي، اللي الفراولة ما تكلكعش، او مربى الفراولة ما تبقاش مكلكعة. زي ما انت ممكن تشتري المربى وتيجي تفتحيها تلاقيها مكلكعة كده، وتبقى لا، مكلكعة منك. فدي خطواتي ودي طريقتي. يا رب يكون الفيديو عجبكم وفدتكم. وصدقوني بجد والله كل اللي دقها قال عليها حلوة. كل اللي دقها ما كانش مصدق دي انا اللي عاملاها، انا اللي قلت لهم. فدي خطوات مهمة. وخدي بالك من خطوة الجيلي، ما تحطيش فيها ملح ليمون. وخلاص كده انا خلصت. ولو عجبكم الفيديو يلا بقى اعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصل لكم كل جديد. وانا عايزه اقول لكم دي اللي هي بعد ما اتحطت في التلاجة. يلا مع السلامة.